عارفين لما الدولة يكون عندها حلم كبير تحولها من مجرد بلد في الشرق الأوسط لقوة عظمى يخاف منها العالم. دي مش قصة خيال علمي، دي حكاية حقيقية بدأت من زمان قوي في إيران، أيام ما كانت بتحلم تطور نفسها بالطاقة النووية. لكن الحلم ده ما وقفش عند حدود الكهرباء والمفاعلات، لأ، ده دخل في لعبة السياسة والمخابرات والتوتر العالمي. الناس بتسمع عن البرنامج النووي الإيراني كل يوم، بس محدش عارف حكايته من أولها. مين أشعل أول شرارة، وإزاي العالم كله دخل في حالة ترقب وخوف مستمر. يا أهلا وسهلا بالجميع في رحلة جديدة هنغوص فيها في عالم التكنولوجيا والتاريخ. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة بيمس دولة مهمة جدا وهي إيران. مش هنتكلم عن سياستهم ولا على أي خلاف، كلامنا هيكون مركز ومحايد عن برنامج إيران النووي، وإزاي بدأ الحلم ده، ومين كان وراه، وإيه محطاته اللي مر بيها لحد ما وصل للي احنا فيه النهاردة. كتير مننا اللي بيسمع عن البرنامج النووي الإيراني في الأخبار، بس قليل اللي يعرف القصة كلها من البداية. إزاي دولة ليها تاريخ عريق وثقافة غنية زي إيران قررت تدخل عالم الذرة المعقد ده، وإيه كانت دوافعها، وإزاي اتطور البرنامج ده خطوة بخطوة. تعالوا يلا نشوف الحكاية من أولها. القصة بتاعت البرنامج النووي الإيراني ما كانتش وليدة اللحظة ولا بدأت مع الثورة الإيرانية، لأ، دي بترجع لسنين طويلة لورا، تحديدا لفترة الشاه محمد رضا بهلوي في الخمسينات والستينات من القرن اللي فات. في الوقت ده العالم كله كان بيبص للطاقة النووية على إنها المستقبل، مصدر طاقة نظيف ورخيص يقدر يدفع عجلة التنمية. وإيران اللي كانت بتشوف نفسها قوة إقليمية صاعدة كانت عايزة ما تفوتش القطر ده، كان عندهم طموح كبير جدا للتحديث والتقدم، والطاقة النووية دي كانت جزء أساسي من الرؤية دي. الشاه في الوقت ده كان مقتنع إن إيران عندها احتياطات نفط وغاز كبير جدا، لكن موارد محدودة وهتخلص في يوم من الأيام، فكان بيفكر دايما في بديل استراتيجي ومستقبل طويل. ومن هنا بدأت الفكرة الجد. في الخمسينات إيران انضمت لبرنامج أمريكي اسمه الذرة من أجل السلام. البرنامج ده كان بيشجع الدول إنها تستخدم الطاقة النووية في الأغراض السلمية زي توليد الكهرباء والطب والزراعة. في سنة 1957 إيران عملت اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. بصراحة الطموح للتطور ده محرك قوي جدا، لأن أي دولة عايزة تتقدم لازم تفكر في المستقبل وتستثمر في مصادر طاقة ومجالات علمية جديدة. وكمان شوف قد إيه التعاون الدولي ممكن يكون بداية لمشاريع كبيرة وحاجات مفيدة للكل. الخطوة الجدية بدأت في الستينات، في سنة 1967، يعني بعد 10 سنين. إيران أنشأت مركز طهران للأبحاث النووية، ومعاه بدأوا في بناء أول مفاعل نووي بحثي صغير في جامعة طهران. المفاعل ده كان بمساعدة أمريكية، الهدف منه كان في الأساس للأبحاث العلمية وتدريب العلماء والطلاب في مجال الفيزياء النووية والهندسة. في السبعينات ومع ارتفاع أسعار النفط، إيران بقى عندها فلوس كتير جدا، وده خلاها تقدر تدفع بمشروعها النووي بشكل أسرع وأكبر. الشاه في الوقت ده أعلن عن خطة طموحة لبناء 23 محطة نووية بحلول سنة 1994 علشان توفر نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من الكهرباء. دي كانت خطة عملاقة بتدل على طموحه الكبير. التعاون ما بقاش مقتصر على أمريكا بس، إيران بدأت تتعاون مع دول أوروبية زي ألمانيا وفرنسا. بدأت شركة سيمنس الألمانية في بناء محطة بشوهر النووية اللي كانت هتضم مفاعلين كبار لتوليد الكهرباء، وده كان أكبر مشروع نووي لإيران في الوقت ده. هنا بقى ببيان إن لما يكون في فلوس وموارد مالية ده بيسرع أي حاجة، وبيخلي الدول تقدر تعمل مشاريع ضخمة بجد. وكمان إنك تنوع في شركائك الدوليين ده بيقوي المشروع وبيفتح أبواب أكتر للمعلومات والخبرات. في الفترة دي إيران بعتت آلاف من طلابها ومهندسينها لجامعات ومراكز أبحاث عالمية في أمريكا وأوروبا علشان يتخصصوا في الهندسة النووية والفيزياء. الهدف كان بناء كوادر وطنية تقدر تدير وتشغل البرنامج النووي ده، ودي كانت خطوة ذكية جدا علشان يكون عندهم اكتفاء ذاتي من الخبرات. مع قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 وسقوط حكم الشاه، البرنامج النووي الإيراني اتوقف بشكل شبه كامل لفترة طويلة. مع الثورة وبدء الحرب العراقية الإيرانية، معظم الخبراء الأجانب سابوا إيران والمشاريع الكبيرة زي محطة بوشهر اللي وقفت في الوقت ده. البلاد كانت مشغولة بحاجات أهم بكتير،
أولهم الوضع السياسي والعسكري ده كان مضطرب جدا، وتانيهم الظروف السياسية دي بقى يا جماعة كان ليها تأثير كبير جدا على أي مشروع ضخم، وممكن هي أكبر عامل والسبب في توقف أكبر المشاريع في اللحظة دي. لكن في التسعينات وبعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع نسبيا، إيران قررت تستأنف برنامجها النووي، لكن المرة دي كان الوضع مختلف. أمريكا ودول أوروبية كتير كانوا مترددين في التعاون معاها، بس الإصرار ممكن يفتح لك أبواب جديدة حتى لو كانت كل الأبواب اللي اتعودت عليها اتقفلت في وشك. إيران بدأت تدور على شركاء جدد، ولقيت التعاون ده مع دول زي روسيا والصين. روسيا اللي استأنفت العمل في محطة بوشهر النووية وكملت بنائها. يمكن النقطة الأبرز في التطور الأخير هي سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنفسها. عملية التخصيب دي هي مفتاح الطاقة النووية، سواء للاستخدام السلمي في توليد الكهرباء أو لأي أغراض أخرى. وبدأوا يعملوا ده في منشآت زي نطنز وفوردو، ما تستغربوش من الأسماء دي. ده كان نقلة نوعية للبرنامج ده، لأنه بيخلي إيران عندها قدرة أكبر على الاكتفاء الذاتي في المجال ده. رحلة إيران مع الذرة كانت رحلة طويلة ومعقدة، رحلة مليانة محطات وتحديات. بدأت بحلم بسيط في التوصيل لطاقة نظيفة ورخيصة في نفس الوقت، ومرت بمراحل التعاون الدولي اللي بعد كده وقف وبعد كده رجع تاني بس بطرق مختلفة. البرنامج ده بيعكس إصرار دولة عايزة تمتلك تكنولوجيا متقدمة وتأمن مستقبلها من ناحية الطاقة، ومهما كانت وجهات النظر مختلفة، الأكيد إنه جزء كبير من تاريخ إيران الحديث وطموحاته. يا رب القصة دي تكون وضحت لكم جزء من رحلة إيران مع الذرة، وصمود وتحديات دولة إيران، وإزاي إن هي كان عندها طموح إن هي تدخل المجال النووي ده والمجال التكنولوجي. استنونا في حكايات تانية عن دول بقى وتكنولوجيا كتير. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتقولولي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.